عليكم. في البداية كده اللي بيحصل ده أنا وحياة ربنا أنا ما عارف أوصفه إيه اللي بيحصل ده أو يتوصف إزاي أو يتقال عليه إيه. أنا حاليا مسافر في دولة الكويت، وطبعا أنا لما باجي ببعت فلوس أنا ببعتها عن طريق البنك. أنا عامل حساب بنكي بالدولار وحساب بالجنيه المصري. أنا ما برضاش أبعت سوق سودا وببعت عن طريق البنوك، وده حاجة عشان أدعم بلدي والظروف صعبة وفلوس بتمشي بطريقة قانونية، يعني ما يبقاش الواحد عليه مسؤولية قانونية. حاليا البنوك في مصر بالاخص البنك الاهلي بيعمل حاجه كده، يعني انا مش عارف اوصفها او يتقال عليها ايه. انا لما باجي ابعت فلوس من هنا انا بزود 2 دولار على كل تحويله انا بحولها، غير الثمن التحويله اللي انا ببعتها هنا. يعني ده في ثمن هنا، ثمن التحويله، وغير ال 2 دولار دي بتروح كده لمصر دايركت، لازم تروح للبنك اللي انت بتبعت عليه في مصر. 2 دولار دي للبنك مش ليك انت كعميل، دي معموله للبنك. حاليا عشان انا ببعت الفلوس عايز استلمها بالدولار، زي ما انا بعتها بالدولار انا عايز استلمها بالدولار. هناك في البنك مش عايزين يسلموا الناس الفلوس، يعني انا ببعت الفلوس يروحوا يقولوا لهم بكره، طب بعد بكره، طب تعالى بعد يومين، طب ما فيش فلوس. انا عندي التزامات زي ما انت كبنك عامل الحساب نفسك وعامل التزامات نفسك ومش عايز تيجي على نفسك، انا برضو عندي التزامات وما اجيش على نفسي. يعني انا عندي التزاماتي وعندي مصاريف بيتي وغيري من المغتربين كتير، فانا نفسي اعرف هم ليه وصلوا الامور مع المغترب لكده. انا نفسي اعرف انتوا عايزين ايه من المغترب. يعني كفايه اللي انتوا مالين تعملوه ده، احنا مش مستفيدين حاجه من البلد. يعني احنا بنبعت الفلوس دي بتصرف في البلد ما بتصرفش في مكان تاني، يعني فليه انتوا بتصعبوا الموضوع على المغترب بالطريقه دي؟ ليه انتوا بتطالبوا ان المغترب يقف جنب البلد وفي نفس الوقت انتوا مش عايزين تقفوا مع المغترب وبتصعبوا عليه الموضوع؟ انا ما برضاش ابعت سوق سودا، وناس كتيره ما بترضاش تبعت زيها سوق سودا، ورغم ان في طرق كتيره تتبعت بيها الفلوس بسوق سودا، بس احنا مش بندعم الموضوع ده ومش بنحب كده، ان احنا بنحب بلدنا. الحاجة التانية، انت المفروض تسهل الموضوع عليا انا كمغترب عشان الاقي الموضوع سهل جدا، عشان خاطر ابعت الفلوس على البنك، عشان خاطر انت كتستفيد كدولة وكبنك، وانا استفيد كعميل ان انا فلوسي توصل بسهولة. انا عندي التزامات وغير عنده التزامات كتيرة، غير التزاماتي غير التزامات غير كل واحد فينا عنده التزامات وعنده ارتباطات. ان الاسعار بقت غالية جدا، وطبعا الفلوس ما بتكفيش، يعني كل اللي بيتبعت بيتراح مصاريف، يعني ما حدش بيحوش فلوس. انا مش محتاج الفلوس، ما انا هسيبهم لك في البنك يوم واثنين وعشرة مش هتفرق معايا، انما عندي التزامات والفلوس انا عاطي ميعاد لناس عشان خاطر الفلوس توصل في نفس الميعاد، فليجي انت بقى تاخر الفلوس يوم واثنين وثلاثه، فانت كده بتقف قدام. انا بخاف اقسو على موظف البنك انه تكون اوامر جايه له ان هو يعمل الحاجات دي. انا الله اعلم مين اللي عاطيه الاوامر دي، بس لازم أن يكون في نظر المغترب شويه. انا عايز ابعت فلوس عن طريق البنك عشان خاطر فلوسي توصل بطريقه امنه، انت بتصعب عليا الموضوع عشان امشي في طريق تاني لمصلحه مين. انا مش عارف مين اللي ليه مصلحه ان هو يعمل كده مع المغتربين، برضو انا مش عارف. هل رئيس مجلس الوزراء؟ هل في قرارات كبيره نازله بالكده؟ انا ما اعرفش. حاجه تانية، احنا واقفين جنب البلد وبنحب البلد رغم ان البلد بقى فيها حاجات كتيره صعبه واحنا اللي مستحملين. حاجه لفتت نظري جدا ان حاليا الاعلاميين الكبار اللي هم مستفادين من البلد، اكتر الناس مستفادين من البلد، بداوا يخبطوا ببعض لما لقوا النار بدات تطولهم. يعني بداوا حسوا ان الاسعار غاليه هتبدا تتجه ليهم، والدوله هتبدا تتجه ليهم ان ياخدوا منهم من الحاجات اللي هم بيستفادوا بيها من البلد. اديلهم 20 سنه لورا حسوا ان هم لازما كده المشكله هتطولنا، لا نبدا نخبط في بعض. الناس دي هتبدا اول ناس تخبط في بعضها عشان خاطر هم اللي بداوا يخسروا، رغم ان احنا مستحملين من زمان مش فينا نتكلم في اي شيء. لما بداوا حسوا احمد موسى وعمرو اديب وغيرهم كتير حسوا ان النار بدات تطولهم، بداوا يخبطوا ببعضهم ويشتموا ببعضهم على الاعلام كده، ولا فارق معاهم الشعب ولا فارق معاهم اللي بيعاني منه الشعب، رغم ان هم حالتهم الماديه ممتازه جدا. لو حد 2050 البلد بيحصل فيها مشاكل هم مش هينضروا بشيء. فيا ريت يكون في نظر المغترب احسن من كده، عشان بجد احنا مش عايزين نعمل حاجات ما تكونش صح، احنا عايزين نمشي عن طريق البنك. يا ريت يكون في نظره للمغتربين شويه، عشان بجد الناس دي احنا تعبنا جدا.